اهلا بيكم في قناتي. انا حسناء الشريف، والفيديو ده هنتكلم فيه عن ازاي نذاكر في رمضان. في الفيديو ده هتكلم عن 3 حاجات دايما بتسأل عليهم. اول حاجه هتبقى ازاي بنذاكر في رمضان، عشان احنا داخلين على رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين وكده. وتاني حاجه هتبقى ايه الحاجات اللي المفروض نركز عليها في الشهور اللي في الاخر. وتالت حاجه هل هجيب مجموع وانا مستوايا مش احسن حاجه. اوكي، فاول بوينت هنبتدي بيها بوينت بتاعت ازاي نذاكر في رمضان. بالنسبة للمذاكرة في رمضان، فهو أكيد كل واحد هيبقى فيه سيستم بيريحه أكتر من السيستم التاني. أنا هقول لكم السيستم اللي أنا كنت ماشية عليه، والسيستم اللي كان فيه ناس من صحابي ماشيين عليه. أوكي، السيستم اللي أنا كنت ماشية عليه هو إن أنا كنت بصحى تقريبا الساعة 2، أو عامة قبل الفجر، يعني بحوالي ساعتين كده. كنت بصلي مثلا لو كان متبقي لي مثلا تراويح أو تهجد أو كده، وكنت بعد كده بقرا قرآن مثلا واتسحر وخلاص. وبعد الفجر كنت بنام، وبعد ما بنام كنت بصحى 8 الصبح، وبقعد بقى اذاكر من 8 الصبح لغايه الفطار. فالوقت كان بيبقى كتير قوي، وكان بيبقى فيه بركه، عشان انت ولا هتقوم تاكل ولا تشرب ولا اي حاجه، يا دوبك بس بتقوم تصلي. فكنت بذاكر من 8 الصبح لغايه وقت الفطار، وبعد كده كنت بفطر. مثلا لو بعد الفطار بقى، لو في صلاة تراويح، او لو كنت هاخد بريك مثلا، انزل اصلي في الجامع تحت، او اصلي في البيت، او اخد بريك عامة يعني اتفرج على حاجة بس. وبعد كده كنت بيجي الساعة 9 او 10 بالليل كده كنت بنام، وارجع اصحى تاني بقى على الساعة 2 الفجر. وساعات كنت بعد الفجر ما بنامش، يعني كنت بفضل من بعد الفجر صاحية لغاية الفطار. او كان ممكن مثلا في الوقت اللي احنا صايمين فيه ده ما بين الفجر والفطار كنت مثلا انام في الظهر او حاجه زي كده يعني. كنت شايفه ان السيستم ده كان ليه مميزات طبعا، ان هو كان بيبقى فتره المذاكره كانت بتبقى طويله قوي على بعض، ومفيش حاجات كتيره بتقطعني في النص. يعني هي بس مثلا بتبقى صلاه الظهر صلاه العصر وخلاص على كده، فالموضوع بيبقى متواصل، فبتبقى وقت المذاكره كتير يعني، وبتبقى الوقت فيه بركه. لكن كان عيوب النظام ده ان معظم الوقت اللي احنا فطرانين فيه كنت ببقى نايماه يعني، فكنتش بلحق اكل قوي الصراحه. بس يعني لو الواحد فطر كويس، وبعد كده مثلا كل حاجه حلوه بعد الفطار، او هيصحى ساعتين كمان قبل الفجر برضو ساعه السحور، يعني هيلحق ياكل برضو، هو يعني او هيبقى صاحي شويه في الوقت اللي هو فاطر فيه، بس مش بيبقى وقت كتير طبعا يعني زي السيستم التاني. تمام، ده السيستم اللي انا كنت ماشيه عليه، وكنت حباه الصراحه، وكنت حاسه ان انا بذاكر كتير قوي، خصوصا الوقت اللي هو من بعد 6 الصبح لغايه مثلا 12 الظهر كده. كنت بحس ان انا ببقى مركزه جامد، لسه متسحرين ومفيش الناس كلها، اغلب الناس اصلا تروح تنام، فبيبقى الجو هادي وبيبقى لطيف يعني. اما بالنسبه بقى للسيستم التاني اللي زمايلي يعني قالوا لي عليه، فان هما كانوا بيروحوا المدرسه، ده الناس اللي بتروح المدرسه يعني، وبعد ما ترجع المدرسه كانوا بيذاكروا لغايه الفطار، او بيذاكروا لغايه ما يتعبوا، وبعد كده بيناموا للفطار. وبعد الفطار بقى وبعد ما يفطروا كده بيبتدوا بقى ان هما يكملوا مذاكره عادي بالليل وهم فطرانين يعني. فالموضوع بالنسبه لهم يمكن كان احسن، عشان الواحد بيذاكر وهو يقدر ياكل او يشرب او كده. فبيفضلوا يذاكروا بعد الفطار لغاية 12 مثلا ولا حاجة بالليل، وبعد كده يناموا ويصحوا يتسحروا، وبعد ما يصحوا يتسحروا يناموا تاني، ويفضلوا نايمين ويصحوا على المدرسة. يعني الوقت المينلي للمذاكرة بيبقى بعد الفطار، وبيبقى بعد المدرسة. يعني ده السيستم التاني يعني. ده سيستم تالت بقى، ان هما بعد الفجر بيفضلوا صاحيين مثلا لغاية يصلوا الظهر او حاجة كده، ويناموا بعد الظهر، ويفضلوا نايمين لغاية مثلا قبل الفطار، يصحوا يصلوا العصر ويفطروا ويكملوا بقى مذاكرة بعد الفطار. يعني دول يعتبروا ذاكروا نص الوقت في الظهر او هم صايمين، وبيذاكروا النص التاني وهم فاطرين. وده برضو سيستم كويس يعني، ده سيستم فيه بالانس. فشوفوا السيستم اللي مناسبكم وحاولوا ان انتوا تمشوا عليه يعني. بس احسن حاجه ان رمضان يبقى فيه سيستم، عشان لما ما يبقاش فيه سيستم انت ممكن تحس ان انت بتضيع الوقت كله. وفي ناس فعلا ضيعت رمضان كله عادي يعني، وكملت ما حصلش حاجه. بس الناس المزنوقه لا، ما تعملش كده. وبعدين مش الهدف اصلا الواحد يضيع رمضان يعني، ولا مذاكره ولا كعبادات. تاني حاجه، ايه الحاجات اللي المفروض نركز عليها في الشهور الاخيره؟ ماشي، الشهور الاخيره محتاجه حد قد كلمته، محتاجه حد عارف اهميه السنه. وهي السنه مهمه يعني، مهما قالولكوا يا جماعه الكليه مش هتحدد انت مين والكلام ده كله، فهي ستيل السنه مهمه يعني. حتى يعني انت بتعمل اللي عليك في الاخر.
واللي بيعمل عليه هو اللي بيبقى مستريح بعد كده، بغض النظر بقى هو مجموعه جاب له ايه. فاعملوا اللي عليكم وتعبوا للاخر، ما تسيبوش وقت تكسلوا فيه، من بدايه من ما تشوفوا الفيديو او بدايه من اي وقت. ابتدوا انتوا تلتزموا، عشان الوقت الجاي ده مهم جدا 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 جدا. واي حد حتى لو هو كان مستواه في الشهور اللي فاتت او اداؤه شايف ان هو مش احسن حاجه، فهو يقدر ان هو يلم في الشهور اللي جايه دي. احنا لسه بقينا شهر 3 باقي يعني، وشهر 4 وشهر 5 ونمتحن تقريبا في 6، ففي وقت كويس انتوا تلموا حاجات كتير قوي. واكتر حاجه المفروض تركزوا عليها دلوقتي هو المواد الادبي. لازم تخلوا بالكم مثلا العربي اهم حاجه فيه تخلوا حد يسمعه لكم كل يوم كده، تحفظوا حاجه تخلي حد يسمعه لكم. ممكن في طريقه انا كنت حاساها حلوه يعني، ان انتوا تخلوا كل حد مثلا من عيلتكم او كل حد من اصحابكم مسؤول عن هو يسمع لكم حاجه واحده، وكل مره هو اللي بيسمعها لكم، عشان المدارس ما تدخلش ببعض. يعني مثلا صاحبتي مثلا اميره هي اللي مسؤوله مثلا عن مدرسه ابولو، مش عارفه صاحبتي مين هي اللي مسؤوله عن مدرسه. لما انتوا تبتدوا ان انتوا تنسوا المدارس او تدخلوا في بعض، هتفتكروها ان المعلومه دي انا كنت بسمعها لفلانه، فيبقى المعلومه دي كانت في مدرسه كذا. فدي كانت يعني طريقه حلوه، ممكن انتوا يعني تستخدموها وكده. تمام. تاني حاجه تركزوا عليها هو اليو ار تي، وحاولوا بقى ان خلاص من بدايه من دلوقتي يعني انتوا تبتدوا ان انتوا تحلوا 4 أو 5 باسجات مع بعض، يعني تظبطوا تايمر وتحلوا ال5 مع بعض وكده، عشان ده بيبقى اقرب حاجه للامتحان. فبتشوف انت مثلا دماغك تفضل مركزه تفصل امتى، تفضل مركزه لغايه يعني وقت قد ايه، تاخد بالك التايمر معاك شغال ولا ماشي مع ال5 باسجات، ولا مثلا ال5 باسجات بياخدوا وقت كتير قوي مثلا. فيعني دي بتبقى حاجه رياليستيك اكتر من انك لسه لغايه شهر 4 تبقى بتحل واحده واحده. يعني احسن حاجه انك تعملوا مثلا امتحان كامل. ابتدوا برضو حلوا الامتحانات القديمه، بس انا شايفه الامتحانات القديمه برضو يعني تتساب مش شهر 3، ممكن مثلا شهر 5 أو 4، يعني 5 افضل. تحلوا الامتحانات القديمه بقى وتبتدوا انتوا يعني شبه تحفظوها يعني. لكن انتوا تحلوا كتير المراجعات، صح يا جماعه المراجعات، عشان في ناس كتير بتسالني هل ناخد مراجعات. خدوا المراجعات في المواد اللي انتوا حاسين ان انتوا مش هتعرفوا تلموها لوحديكوا، ما تاخدوش مراجعات في كل المواد. يعني مثلا انا كنت حاسه ان انا في العربي مش مجمعه كويس، والاسئله مثلا مش عارفه شكل الامتحان مثلا عامل ازاي، او مش حله كتير على العربي. فاخدت مراجعه عربي وحسيت ان هي فرقت معايا، عشان هي لمت الدنيا، او على الاقل كنت داخله واثقه شويه، مع اني انا جبت 95 في العربي، يعني انا مش احسن حاجه، ولكن كنت شايفه ان انا مراجعه العربي لمت لي حاجات كتير مع بعض، فكنت شايفاها مفيده الصراحه. خدوا في المواد اللي انتوا حاسين مش هتعرفوا تلموها، اي ماده حاسين ان انتوا ممكن تلموها لوحديكوا او ان انتوا عارفين تحلوا فيها كويس، خلاص مفيش داعي للمراجعه. المراجعه دي بتبقى للاشخاص مثلا اللي مش حلتش كتير، ذاكرت مثلا وناسيه اللي هي ذاكرته وما حلتش عليه اصلا، فتبتدي ان هي تسترجع اللي هي ذاكرته وتحل عليه تاني. فدي اهميه المراجعه. لكن مش شرط انتوا تاخدوا مراجعه في كل المواد، يعني عشان دي برضو حاجه هتاخد من وقتكم. يعني مثلا احنا في رمضان كان مستر بتاع العربي بدا مراجعه العربي، فصعب برضو ان الواحد يمانج ان هو يذاكر الحاجات اللي متراكمه عليه، خصوصا لو حد متاخر، وبين ان هو ياخد مراجعات. الناس المخلصه، الناس المحترمه المخلصه، ممكن ان هي تاخد مراجعات عادي، هيبقى عندها وقت، يعني هي اصلا اوريدي خلصوا مش بيعملوا حاجه، فممكن يراجعوا عادي مع المدرسين. لكن الناس اللي متراكم عليها حاجات لا، تبتدي ان هي تاخد مراجعات في المواد اللي هي شايفه ان هي ضايعه منها مثلا، ومع نفسها كده تبتدي ان هي تذاكر الحاجات اللي ناقصاها وتحاول تراجع مع نفسها. تمام. مفيش مشكله خالص ان الانسان ما ياخدش في الماده دي مراجعه، ده مش معناه مثلا ان هو هيتقال معلومات هتفوته وكده، لا يعني ما تخافوش ان انتوا ما تاخدوش المراجعات خلاص. اهم حاجه كل واحد يعني اضرب نفسه واضرب مستواه في الماده دي. حاولوا تخلوا مستواكم مذاكرين حافظين وحالين كتير، حلوا كتير، شوفوا اسئله كتير من على النت، عشان هو ده اللي بينفع يعني. تمام. اخر حاجه، هل هجيب حاجه بالمستوى ده؟ طيب السؤال ده يعني انا شايفه ان هو انا جدا، انا من النوع اللي دايما كان اللي هو دايما بيسال السؤال ده لغايه دلوقتي بعد ما دخلت كليه الطب، هل هجيب حاجه بالمستوى ده؟ فاهم حاجه عايزه اقولها لكم، ان الانسان لازم يبقى عنده يقين بربنا، وان ربنا مش هيضيع تعبه ابدا، وان هو لازم يجتهد لغايه اخر لحظه، عشان ندم ان انت ما حاولتش اسوأ بكتير من ندم ان انت حاولت وما جبتش، يعني عشان دي حاجه مش تبقى في ايدك ساعتها. فاجتهدوا لغايه اخر لحظه، ما تسيبوش وقت ان انتوا تناموا وتهربوا من الواقع، لا اصحوا وذاكروا
وخلصوا، وبجد هتشكروا نفسكم جدا 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 جدا. مش عايزه اقول لكم قد ايه لما تبقوا مخلصين وانتوا جايبين مجموع حلو فرحتوا بيه، هتفرحوا بيه جدا بجد. وفرحة نتيجة، يعني انا كنت دايما بسمع جملة بتاعت فرحة نتيجة بتضيع تعب اللي قبل كده والكلام ده، كنت بحس ان هي اتس جوك يا جماعة. فرحة نتيجة اكيد مش هتنسيني كل ماشي، عندكم جزء يعني من الصحة في جملة ان اكيد مش فرحة نتيجة هتنسيك كل التعب اللي فات ده. بيبقى فيه حاجات برضو مواقف او ليالي امتحانات بتحز في نفسيتكم او هتفضلوا فاكرينها، ولكن فرحة النتيجة هتنسيكوا على الاقل شويه من الليالي اللي كنتوا تسهروها، وهتحسوا ان انتوا اللي عملتوه جه فايده. حتى لو النتيجه بتاعتكم ما كانتش اللي انتوا متوقعينه، فربنا هيكبر بخاطركم وهتقبلوا في منحه او هتقبلوا في حاجه. وده انا لاحظته، يعني انا لاحظته في زمايلي اللي مثلا جابوا مجموعه وهم حسوا ان هم يعني ان هم كانوا يتمنوا ان هم يجيبوا اعلى من ده، ربنا كرمهم بمنح او اتحطوا في اماكن مناسبه ليهم واماكن هم فرحانين بيها برضه. فعايزه اقول لكم ان مهما كان مستواكم في تلك اللحظه بتشوف فيها الفيديو وحش قوي، مهما كان نظرتكم لنفسكم ان انتم مش حالين كويس مش عاملين كويس، ان في ناس احسن مننا بمراحل، ما تخلوش الموضوع ده يوقفكم، بالعكس يعني خلوا الموضوع ده يزقكم عشان تكملوا. وان شاء الله خير يعني، وان شاء الله تجيبوا مجاميع عاليه وربنا يوفقكم. واهم حاجه تدعوا كويس في رمضان وتدعوا لي معاكم، وما تنسوش ان ربنا مش بيضيع تعب حد. اتعبوا وابذلوا كل المجهود اللي عندكم، وما تخافوش من الامتحانات خالص 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 خالص. اي نعم جدول الامتحانات قرب ينزل او شبه نزل ثانوي عام بره، ولكن جدول الامتحانات ده اطبعوه كتير وحطوه في كل حته كده عشان تنورماليز ان هو ده جدول امتحانات عادي زيها زي اي امتحانات قبل كده. وخصوصا طلاب الستم يا جماعه، انتوا هتمتحنوا في نفس المدرسه في نفس الديسكات اللي كنتوا بتقعدوا عليها عليكم 3 سنين، فما تخافوش. الموضوع مش بيبقى فيه رغبه الامتحانات قوي زي بره، يعني الموضوع بيبقى خفيف ولطيف. بتلاقوا زمايلكم معاكم حتى في ليله الامتحانات، يعني انتوا بتحسوا ليله امتحان ثالثه ثانوي يا جماعه، بتلاقوا زمايلكم معاكم عادي زي ليله امتحان اول ميد ليكوا في المدرسه. فبيبقى الموضوع خفيف عن نفس شويه، وحاولوا انتوا متتوتروش. و هعمل لكم اكيد فيديو تاني عن الامتحانات عامه يعني، بس ربنا يوفقكم.